النهارده نتحدى مع بعض الأسعار، وهنعمل النهارده بديل اللحمة المفرومة كأنه هو اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين. مكونات سهلة وبسيطة جدا هتديكي لحمة مفرومة بطعم مميز. اللحمة كده كأنها لحمة جايباها من عند الجزار، مش عاملاها في البيت بأقل الإمكانيات. لحمة كده بطعم وريحة وشكل جديد ومميز جدا. أتحداكي هتجربيها ومش هتبطليها من طعمها الجميل المميز. لحمتنا النهارده مختلفة عن أي لحمة مفرومة جربتيها قبل كده. اقتصادية جدا وكمان صحية وعلى قد ايدك، وب30 جنيه بس هتعملي كيلو من اللحمة المفرومة بأقل الإمكانيات. هنعمل بيها أحلى الوصفات. النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش القمر ده باللحمة المفرومة الجميلة اللي احنا نعملها مع بعض. انا افكار ميرو ودي قناتي، يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. يلا بينا قبل اي كلام نصلي على حضرة النبي العدنان ونشترك في القناة لو مش مشتركين. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة اللحمة المفرومة والبديل بتاعها القمر ايه. انا البديل بتاعي النهارده هي القوانص. انا جبت كيلو من الكبد والقوانص، حطيت الكبد كده على جنب لوحدها والقوانص على جنب لوحدها، غسلتها كويس ونضفتها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه كده. وهجيبها على طول على الكبه. هنعمل لحمه مفرومه، والله العظيم اللي مش هيعرف او اللي مش هيشوف الوصفه كده وهياكل على طول كأنها لحمه مفرومه من غير كلام. هنحط كام تكه كده هتخلي اللحمه تقلب على طول، تبقى لحمه مفرومه جايباها من عند احسن جزار. حطيتها في الكبه كده وبعد كده هفرمها ناعم جدا. بس فرمتين 3 في الكبه كده ما شاء الله، مش هتاخد معايا وقت خالص وتطلع معايا مفرومه جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. شايفين الكلام؟ يعني انتوا لما كنتوا شفتوا خطوه القوانص دي، لحمه مفرومه يا جماعه طعمها فوق الممتاز. هتجربوها مش هتبطلوها. بصوا ناعمه ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن، لونها جميل جدا كأنها لحمة مفرومة جايباها من عند الجزار. شايفين نص كيلو عمل لي قد ايه كمية؟ يعني تقريبا بالظبط عمل لي 700 جرام من اللحمة المفرومة او القوانص المفرومة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هنعمل بيها اجمل الوصفات. النهاردة هنعمل بيها وصفة جميلة طعمها ممتاز وفيها كام تكة كده مميزة، هتديكي احلى جلاش او احلى بوريك كده تركي بشكل ممتاز وطعمه ممتاز جدا. معايا كده حبة بصل 3 بصلات، ومعايا كده اللحمة المفرومة بتاعتي، ومعايا فلفل الوان. وهجيب على طول الجريل بتاعي وهبدأ اشتغل فيه. احط البصل من غير ما احط اي مادة دهنية خالص. انا هنا هدبر البصل خالص او اطلع كل المية اللي فيه لغاية لما البصل ينشف، وبعد كده نبدأ نضيف المادة الدهنية بتاعتنا. بس اول ما نحط البصل كده نحط رشة ملح بسيطة. بصوا كده طبعا عشان طبعا ريحة البصل وعشان البصل طعمه ما غيرش معانا، خطوة الملح دي مهمة جدا. انا هفضل اقلب كده شويه حلوين، وما ننساش احنا واقفين في المطبخ دايما نصلي على حضره النبي ونستغفر عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي انزلي اشتركي عشان يوصلك مني كل جديد، والوصفات الاقتصاديه اللي جايه اكتر بكتير بكتير لغايه رمضان ان شاء الله. هنعمل احلى وصفات اقتصاديه لغايه لما يجي رمضان نكون عاملين كده منيو كبير من الوصفات الاقتصاديه الجميله اللي كمان شكلها يشرف. حطيت كده معلقه من الزيت وبعد كده احط معلقه من السمنه البلدي، هي دي اللي هتفرق جدا. عندك كمان حته ليا بلدي كده يا سيدي على الجمال هتكون جميله جدا. ريحه الليا الضاني او الدهن البلدي بيكون جميل جدا مع الوصفه بتاعتنا النهارده، وتخلي القوانص بتاعتنا تتحول على طول طعم وريحه كأنك كده جايباها لحمه بلدي من عند الجزار. وهنا بقى بعد ما حطيت السمنه والزيت بتاعتي والسمنه البلدي بتاعتي الجميله، هفضل كده اقلب شويه حلوين لغايه لما البصله تدبل معايا مش تحمر. انا عايزاها بس تصفر باللون اللي انتوا شايفينه كده. والخطوه دي حلوه جدا وبتدي طعم ومذاق حلو جدا لاي حشوه للحمه المفرومه. بصوا كده ما شاء الله، هنزل باللحمه المفرومه بتاعتي الكذابه، بس والله هي ما كذابه، طعمها فوق الممتاز. يعني هي تنفع بديل للحمه المفرومه. انتوا مستريحه كده وكمان اقتصاديه جدا وطعمها كده حلو وحاجه موفره. علشان غلاء الاسعار هو يعني عشان الدنيا غاليه ما ناكلش، هناكل احلى الوصفات باحلى الامكانيات كمان. هنوفر كده ونعمل احلى الوصفات من حاجات بسيطه، وان شاء الله الدنيا هتعدي وكلنا هنعدي البر الامان بمشيئه الله. بس نقول يا رب ونحمد ربنا على كل اللي موجود، وان شاء الله الدنيا هتعدي معانا. بعد يا حبايبي البصله كده ما شاء الله خدت اللون الحلو كده مع اللحمه المفرومه بتاعتي، وهبدا كده ما شاء الله لغايه لما تنشف خالص من المواد السائله اللي فيها.
هنا بقى هنبدأ نتبلها مع بعض بحبة شطة وحبة فلفل اسود وكمان حبة ملح. مش هكتر توابل خالص، انا عايزاها بطعمها المميز علشان اشوف هيعرفوا يفرقوا بين القوانص وبين اللحمة المفرومة ولا لا. مش عايزة اغطي على طعمها، وعلشان اشوف الطعم النهائي هيكون ليها ايه لولادي ولاخواتي، هيشوفوا طعمها مختلف ولا لا. بصوا كده ما شاء الله. بس هي الصراحة بمشيئة الله كانت ممتازة، كانت فوق الممتازة. بعد ما خلاص كده المية نشفت خالص معايا، ما بقتش فيه ولا اي مادة سايلة مع القوانص، هبدأ انزل كده زي ما انتم شايفين بالفلفل الالوان. والخطوة دي اختياري، حباها حباها مش حباها خلاص. بس الصراحة الفلفل الالوان بيكون جميل جدا مع اللحمة المفرومة. هقلب كده شويه حلوين، انا مش عايزه بس الفلفل بتاعي يدبل، انا عاوزاه كده يكون طعمه كده مقرمش وليه مذاق ممتاز في الحشوة بتاعتي. بس كده زي ما انتوا شايفين كده ههدي النار عليها او اطفيها خالص، ويلا بينا نشتغل في باقي الوصفة بتاعتنا اللي هتديكي طعم فوق الممتاز. خلاص كده اللحمة المفرومة معايا، يلا بينا نجهز التشريبة بتاعت الجلاش اللي طعمها هيكون فوق الممتاز. هنعمل النهاردة بوريك بطعم ممتاز جدا. جبت حبتين من البيض وهحط عليهم كوباية من اللبن، ينفع كمان بيضة واحدة لو حابة، بس انا حبيت كده اخلي قيمتها الغذائيه عاليه علشان الولاد يستفادوا بكل حاجه ياكلوها. زي ما انتوا شايفين نزلت بكوبايه اللبن، وبعد كده هنزل على طول بالتوابل بتاعتنا البسيطه جدا. حبه شطه وحبه فلفل اسود، حبه تحطي توم بودره وبصل بودره وبابريكا براحتك، بس انا ما حبيتش احط البابريكا عشان ما تغيرش لون اللبن معايا والبيض يبقى لونهم احمر. معايا نص كوبايه من السمنه كده او سمنه على زيت، ولو حابه تحطي اقل الكميه تمام، بس النص كوبايه هتبقى مظبوطه جدا على الوصفه بتاعتنا النهارده. وهقلب كده شويه حلوين، وهنحط تكه كده بس في الاخر مش دلوقتي، بعد ما نلف مع بعض الجلاش بطريقه سهله جدا. بصوا كده قلبت السمنه واللبن والبيض وحطيت التوابل بتاعتي، وممكن كمان تحط زبادي مكان اللبن لو حابه. هقلب كده كويس شويه حلوين، وما ننساش طبعا احنا واقفين في المطبخ نصلي على حضره النبي، واحنا في اي مكان طبعا نصلي على حضره النبي ونستغفر عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. جبت الصينيه اللي انا هبدا اشتغل فيها ودهنتها دهنه كويس جدا من الزيت او من السمنه، وبعد كده هجيب لفه الجلاش اللي معايا. انا اللفه اللي معايا دي نص كيلو. هبدا اخد كده يا حبايبي، نشوف الجلاش في الاول ما شاء الله كان شكله طري وحلو جدا الحمد لله، ما كانش متقطعه معايا ولا حاجه. هجيب كده ورقتين ورقتين على بعض ومش هدهنهم اي حاجه خالص. هجيب الورق كده حطيت على الرخامه بتاعتي، طبعا مسحها كويس ونضيفه وزي الفل. هجيب كده زي ما انتم شايفين الجلاش، واجيب عليه الحشوه اللي احنا عملناها مع بعض اللي ريحتها تجنن دي. يعني انتوا هتجربوا الوصفه وهتدعوا لي من جمالها ومن حلاوتها، وصفه فوق الممتاز. هلف كده الجلاش، وانا وبلف كده الم الجلاش كده من ناحيتي علشان الجلاش ما يفرفطش مني ويطلع من بره ويتبهدل كده انا وبقطعه. بصوا كده يا حبايبي، احط كده الجلاش في الصينيه، وبعد كده ابدا اكمل لف على طول زي ما انتم شايفين. عملنا كتير مع بعض وصفات اقتصادية، عملنا كتير وصفات مع بعض صحية جدا وكمان موفرة. النهاردة وصفتنا ممتازة، هتجربوها مش هتبطلوها، انها جميلة وحلوة وسهلة وكمان لذيذة جدا. انا بجيب ورقتين من جلاش مش ورقة واحدة، وبحط فيها كمية مناسبة من الحشو والفها كويس جدا. مش هخليها كده تكون فاضية معايا، لا بلفها كويس علشان تكون مظبوطة في الحشو، والحشو ما تطلعش معايا لما اقطعها. هخلص كله بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، ورقتين ورقتين، ما ينفعش ابدا ورقه واحده عشان الحشوه ما تطراش معايا والجلاش يتقطع منك انتوا بتقطعيه. بصوا ما شاء الله كميه حشوه ممتازه. وصفتنا النهارده اقتصاديه جدا، يعني الحشوه اللي انا عملتها دي كلها يعني خدت لفه الجلاش وكمان زادت. هنعمل بيها وصفه تانية ان شاء الله. بصوا يعني انا الوصفه دي خلاص الجلاش بالطريقه دي اعتمدته خلاص، وخلاص بديل اللحم المفروم هيكون القوانص على طول. وصفتنا النهارده اقتصاديه وكمان صحيه جدا. هقطع الصينيه كده على 3 مراحل عشان يبقى حجم الجلاش متوسط معايا، ولا هو صغير قوي ولا هو كبير قوي، يعني يعتبر ده بوريك تركي بطعم حلو جدا. هنا طبعا عشان الدنيا برد زي ما انتوا عارفين والجو الشتاء وعندنا الجو متلج مش برد بس. هنا السمنه كانت جمدت معايا، هبدأ كده اضربها شويه حلوين. ممكن لو حابه تعملي خطوة التشريبة دي بعد ما تلف الجلاش فهيكون عليك اسهل بكتير. بصوا يا حبايبي هنا نحط معلقة
مهمة جدا نص معلقة مش معلقة كاملة من البيكنج باودر او الكيك شيف، هيخلي الجلاش بتاعنا هش وفي نفس الوقت مش معجن مع بعضه ولا ملزق، وهيدينا لون وطعم حلو جدا للجلاش. هنا بقى هنعمل ايه عشان نسيح السمنة دي؟ هنعمل تركة كده حلوة جدا، وكمان هنحط مكون هيفرق جدا في الطعم معانا في الجلاش. احط كده الجلاش في الفرن بس سخنة 3 ثواني كده مش اكتر، بس السمنه تسيح. الفرن عندي كانت سخنه جدا، بس السمنه تسيح وتطلع على طول كده من الفرن. اول ما يطلع من الفرن احط عليه حبه سمسم. لكن لو انت عندك كانت السمنه سايحه ومظبوطه مش محتاجه ابدا تحطيه في الفرن وتطلعيه، تحط على وشها سمسم على طول. حبيت احط السمسم عشان تبقى القيمه الغذائيه عاليه جدا. معلقه سمسم يا جماعه بتعادل كوبايه من اللبن. بحب احط السمسم في كل مكوناتي عشان تكون صحيه لاولادي. وبعد تلت ساعة بالظبط يطلع بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه. شايفين الجلاش شكله حلو ازاي؟ حاجة كده في منتهى الجمال، حاجة تفتح النفس، والريحة مش هقول لكم عليها، هتجربوها هتعشقوها. ريحة الجلاش بتاعنا النهاردة خطيرة. التشريبة اللي احنا عملناها للجلاش رهيبة جدا، وكمان اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها مع بعض بطريقة اقتصادية طعمها فوق الممتاز. شايفين الجمال؟ يا سيدي يا سيدي على الجمال. حاجة كده في منتهى الجمال. بصوا مقرمشة من بره ومن جوه طرية، وحاجة كده تحفة. طعمها خطير، من بره مقرمشة جدا، ريحتها فوق الممتاز. سهلة وبسيطة سريعة اقتصادية وكمان صحية، شكل مختلف وطعمه مختلف جدا. هتجربوا الجلاش بالطريقة دي مش هتبطلوه. يا رب الفيديو النهاردة بتاعي يكون عجبكم والفكرة تكون عجبتكم. ما تنسانيش باللايك والكومنت الحلو، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع معنوياتي. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان واشتركوا في قناتي لو مش مشتركين. سلام.